ازاي هعيش شهر ونص من غير مطبخ؟ المرحلة دي هتكون صعبة ومحتاجة ان انا دايما يكون عندي اكل متحضر في التلاجة. اخترت علب فريش بلوك من لوك اند لوك مخصوص عشان تمتص الرطوبة اللي في الخضار والفاكهة، وبكده هيقعدوا عندي فترة اطول بتحافظ عليهم لمدة 31 يوم، وده هيخليني اقطع الخضار والفاكهة يوم واحد بس في الاسبوع. بس اللي كانوا لايف سيفنج بالنسبة لي الفريزر لوك، الاكل اللي هحطه فيهم ممكن يطلع من الفريزر يدخل على الميكروويف على طول، وكمان العلب فلكسبل جدا فاقدر ان انا اطلع اي حاجة منها بسهولة، لان الفترة دي انا لازم اعتمد على التفريزات عشان ما عنديش اللوكجي قوي ان انا اطبخ كل يوم وجبه جديده. السد فيه احجام مختلفه، حطيت في الاحجام الصغيره الثوم والبصل لان دول اساسيين بالنسبه لي ولازم يبقى دايما عندي ستوك فيه. اهم حاجه بس حطوا على وش الثوم او البصل شويه زيت صغيرين قوي، والطريقه دي هتخليكي تاخدي الثوم بكل سهوله. وطبعا ما بنحطش حاجه في التلاجة، ممنوع. احلى حاجه في السد دي انها شفافه، فانا اقدر اشوف الاكل اللي جواها بكل سهوله، واي علب بجيبها لازم تكون PPA فري، وكمان دي ديش ووشر ومايكروويف سيف. للشرب والسوائل استخدموا احسن علب طويله. السد دي بقى انا هسيبها للمطبخ الجديد، عاجبني قوي الحجم ده، الحاجات اللي انا ما بجيبش منها كتير، وكمان هي محكمه الغلق، فهحط الحاجات اللي انا بقلق ان يكون فيها رطوبه. ما بنحطش ابدا الرز بالشكل ده لان ممكن جدا يسرب ويوقع رز في الباندري، وده بيجيب حشرات وسوس. والكونتينر ده هو اكتر حاجه عمليه للرز. انا عندي من دي 2 قبل كده بحط فيها المخللات خطيره، بما ان الفتره دي عاملين دايت فكان مهم قوي زي ما قطعت السلطه اعمل الدريسنج بتاعها، ودي بقى الكارت ان انا هجيب منها 2 تانيين عشان اعمل اكتر من دريسنج في وقت واحد. وما تنسوش قاعده ايت مي فيرست وانتوا بتنظموا الاكل القديم بيكون قدام والاكل الجديد هو اللي بيتحط ورا، ده عشان تستخدمي القديم الاول. ودي كانت من اكتر الحاجات اللي حسستني بالامان الفتره دي.